فاكرين برنامج الصدمة؟ البرنامج اللي كان بيخلينا نبكي من مواقف الناس اللي في الشارع، واللي خلى كل واحد فينا يسأل نفسه يا ترى انا كنت هتصرف ازاي لو كنت مكانهم؟ طب هو فين دلوقتي؟ ليه الصدمة اختفى في رمضان؟ رامز هو اللي بيفضل دايما رقم واحد في كل موسم. النهارده هنتكلم بصراحة، مين اللي كسب فعلا؟ الوعي ولا الترند؟ يلا بينا. برنامج الصدمة أول ما نزل كان تجربة مختلفة تماما، ما كانش بيعتمد على الضحك أو المقالب، كان بيعتمد على الإنسانية. كاميرا خفية بس مش هدفها تضحكك، هدفها تشوف ردة فعل الناس لما تشوف الظلم أو الغلط. طبعا احنا لما كنا نتفرج عليه ونتأثر ونقول ياه، هو في ناس لسه كده عندها خير؟ لكن في نفس الوقت المشاهد العادي بيدور على حاجة تانية في رمضان، عايز يضحك ويهرب من ضغط اليوم، يشوف حاجة خفيفة بعد الفطار. وهنا يدخل رامز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وربنا وربنا ما يقطع علينا عواده، ولا يحرم منكم ولا يحرمكم مني. الراجل ده بقى ظاهرة في رمضان، مش بس بيعمل برنامج مقالب، ده بيعمل موسم ترند كامل. طول السنه مستني رمضان ومحتار، عمال ولا افكر ارضي بيكم ازاي. كل سنة نسمع نفس الجملة، رامز خلاص بقى ممل، بس لما الحلقة تنزل كل الناس بتتفرج دايما. هو عارف يلعب اللعبة صح، يجمع بين الكوميديا والإبهار والنجوم في نفس الوقت، ومهما الناس انتقدته هو بيكسب في الآخر بالأرقام. ليه؟ علشان المحتوى بتاعه بسيط، البوتوكس للرجاله والاشباح، وسريع، بيخاطب المشاعر اللحظية، الخضة، الضحك، المفاجأة. لكن السؤال هنا، هل ده معناه إن الناس بقت بتحب الضحك أكتر من خير؟ مش بالضرورة يعني. الفرق في الفورمات وطريقة التقديم. يعني لو جينا ندور هنا هنلاقي إن برنامج الصدمة كان محتاج تطوير. المحتوى قوي لو ما اتطورش بيموت. في زمن السرعة الناس عايزة تشوف حاجة تشدها من أول 10 ثواني، ورامز فهم ده كويس جدا. المشاهد مش ضد الخير على فكرة، بس محتاج الخير يتقدم له بشكل شيك وممتع. تخيل مثلا لو الصدمة رجع، بس المرات دي بالكاميرات السينمائية ومؤثرات صوتية ومونتاج أسرع، ممكن يكسر الدنيا تاني. وهنا بقى أنا هديك الخلاصة، الاتنين عندهم جمهور. رامز بيخليك تضحك وتنسى، الصدمة كانت بتخليك تفكر وتحس. يمكن اللي ناقص مش البرنامج، يمكن اللي ناقص التوازن بين الضحك والمعنى. احنا محتاجين اللي يخلينا نضحك، ومحتاجين كمان اللي يخلينا نرجع نفكر احنا مين. لو جابولك حلقتين في نفس الوقت، رامز والصدمة، هتتفرج على انا واحد فيهم. وخد هنا، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل كل الناس. يمكن نفتكر تاني ان الصدمة كانت فعلا محتاجة فرصة تانية. وبس كده، سلام.